مرحبا بكم في قناة مساعدة أسرار. عسلامة ومرحبا بكم بالناس الكل. ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم حلوة السميد، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. حاجة ما فماش كيفها مع قهوة العشية، يحبوها الصغار ويحبوها الكبار زيادة، وحاجة صحية بالسميد ما فماش كيفهم. بالنسبة للمقادير متاعنا متاع الحشوة، عندنا كعبتين نجاس، ملعقة صغيرة متاع القرفة، وملعقة كبيرة متاع الزبدة، وملعقة كبيرة متاع السكر خشين اللي تحبه. هوني حطيت الماء وعملت فيه عصرة متاع القارص، خاطر اللون متاع الانجاس كان ما عملتيش له القارص راهو بيش اللون متاعو يمشيله ويولي اللون متاعو اكحل. توا هوني كما قاعدين تشوفوا باش نقشرهم ان شاء الله ونقطعهم ونخليكم مع الفيديو. كما تشوفوا هوني توا هوني حطيت المقلة متاعي تسخن على نار متوسطة، وحطيت عليها المغرفة هذيك متاع الزبدة، وزيدا كما قاعدين تشوفوا هكا الانجاز متاعنا قصيته على الشكل هذايا، انتوما قصوه على الشكل اللي تحبوا، خاطر الانجاز في ساعة ما يدوب لنا. توا باش نزيدوا عليهم هذيك بعد ما يعني يتقلونا شويه، باش نزيدوا عليهم هذيك المغرفه الكبيره متاع السكر، ونزيدوا عليهم زيادة المغرفه هذيك الصغرونه متاع القرفه. ما نحكيش لكم خاطر القرفه تعطي مذاق مش نورمال. توا هوني هذايا الوصفه متاعنا متاع الحلو متاعنا اللي باش نحضروه. عندنا 150 جرام سميد خشين، و150 جرام سميد نورمال رقيق، وعندنا كاس متاع الماء، وعندنا ملعقه كبيره متاع السكر، وزوز مغارف متاع ماء زهر، وعندنا 50 جرام متاع الزبده بحراره المطبخ، وعندنا الملح. اول حاجه باش نبداو بيها باش نحطوا هذيك السميد الخشين ونزيدوا عليه السميد الرقيق. وبالنسبه للزبده انا راني خليتها تذوب، خاطرها لازمها تكون دايبه. كما قاعدين تشوفوا هوني انا لازمني نخلط السميد والخشين والسميد الرقيق مع بعضهم، وزدت عليهم هذيك المغرفة الكبيرة متاع السكر، وزدت عليهم الملح. المهم النواشف الكل لازمهم يتخلطوا مع بعضهم بالكدا، لازم يدخلوا في بعضهم. وهوني زدت عليهم هذيك 50 جرام متاع الزبدة اللي انا دوبتها. وكما قاعدين تشوفوا لازمكم تخلطوا الزبدة بالكدا تانيين تحصلوا على السميد بالطريقة هذيا. وبالنسبة للماء مش باش نضيف الكاس نتاع الماء الكل، توا نتوما معايا ولازم وان شاء الله باش تشوفوني قداش باش نحط متاع الماء. هوني كما قاعدين تشوفوا زدت هدوكا زوز مغارف كبار متاع الماء الزهر، خاطر الماء الزهر يعطينا مذاق مش نورمال. لموا العجين متاعنا برك بالاصابع متاع اليد متاعنا، وهوني الماء هكا ما عملتوش الكل. بالنسبه للحشوه متاعنا هيك جاهزه كما قاعدين تشوفوا، اللون متاعها يعني ولا اللون كراميل غاديكا. وهوني تنستحق لها اللوز. بالنسبه للوز خليته بالقشور متاعو، رحيته شويه برك يعني ما رحيتوش برشا. وبالنسبه للانجاس هكاك عملته بالمغرفه شويه هكا وحطيت عليه اللوز. كما قاعدين تشوفوا هوني تحصلت على حشوة لذيذة ما نحكيش لكم على المذاق متاعها. كما قاعدين تشوفوا هوني بالنسبة للعجين متاعنا هكا ارتحنا شوية. توا ان شاء الله باش نقعد نعملوا شوية يعني هكاكا نعملوا يعني كعابر في ايدينا هكاكا. وكما تشوفوا هوني الطريقة بعد ما نعملوه كعابر هكاكا نعفسوا شوية بصباع الزوز ونحط فيه الحشوة. بالنسبة للحشوة يعني ما تكتروش برشا، خاطرها كان كترتو هكا باش تخرج من يعني من الاجنب متاعها تخرج وتولي العجينة الكل هكاكا لوز.
كما قاعدين تشوفوا هوني ان شاء الله باش نمشي بالطريقه هذيا، وانتم هكا معايا يعني تبعوا معايا، وان شاء الله الحلو هذايا ينال اعجابكم وتجربوه، علاش ليه. كما قاعدين تشوفوا هوني من بعد ما كملتهم بالشكل هذايا، هوني بالنسبة لي انا يعني اختياري، يعني اختياري، اختاروا انتم اللي تحبوا. انا هوني جبت يعني شوية تاع سميد خشين وحطيتهم يعني الوسط شوية، خاطرني نحب ذاك الحروشية هذيك متاع السميد في الحلو هذايا، بالحقيقة راها تجي بنينة. وانتم يعني اللي تحبوا. هوني حطيت الزيت متاعي هكا قاعد يسخن، وهوني يعني العسل حطيت فيه زوز مغارف متاع الماء الزهر وسخنته شوية. توا هوني من بعد يعني ما الزيت متاعنا سخن، حطيت هذوك الحلو متاعنا نحبهم من بعد ان شاء الله يتقلاو، نحبهم اللون هذاك متاعهم مزيان، هذاك اللون الذهبي هكا. ومن بعد نحطهم في العسل شوية، ومن بعد نحيهم من العسل، وان شاء الله ونخليكم ان شاء الله نتقابلوا مع بعضنا في التقديم متاع الحلو هذايا، راهو يجي بنين 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 برشا. بالنسبة لهوني حبيت نشارك معاكم الفلتر هذايا، بالحقيقة راني شريته عنده برشا وأول مرة نستعمله هو اليوم، وقلت علاش يعني انتوما زادة نخليكم تعرفوا الفلتر هذايا شنو نعملوا بيه. وبالحقيقة راه مزيان مزيان، وبالأخص لازم يكون في الدار. كما قاعدين تشوفوا هوني يعني طيبت القهوة وحطيت السكر. توا هوني باش نجيب الفلتر هدايا ونحط فيه شوية حليب، مش برشا يعني شوية حليب، ونقعد يعني هيك نعمل بالشكل هذايا كما قاعدين تشوفوا. بالحقيقة راها تجي قهوة كابوتشينو بنينة بنينة برشا. وبالنسبة للفلتر هذايا راكم تنجموا تعملوا بيه اي نوع من القهوة اللي تحبوها. جلاس هذايا اسمه جلاس كوفي. بالحقيقة يعني شريته رخيص، راهو مش غالي برشا. وكما قاعدين تشوفوا راهو باش يجيب يعني قهوة الأنواع اللي تحبوها أنتم. تنجموا مثلا تعملوا فيه نسكافيه والماء سخون واللي تحبوا أنتوما. كما قاعدين تشوفوا هكا يعني قاعد نعمل له بالحركة ذيك هكا. قاعدين تشوفوا كيفاش عطاني يعني كابوتشينو مزيانة وبنينة. وعلاش قلت لكم لازم يكون في الدار؟ خاطر يجيك ضيف هكا تنجمي في ساعة تعملي له قهوة مزيانة وقهوة بنينة. توا ان شاء الله باش نخليكم مع طاولة التقديم، وان شاء الله تنال اعجابكم. اني رجعت معاكم من جديد في الطاولة بتاعنا بتاع التقديم. ان شاء الله الحلو هذايا ينال اعجابكم وتجربوه وتخليوا لي التعليقات متاعكم المزيانة. والله نشكركم برشا برشا على التعليقات وعلى يعني التشجيع متاعكم ليا، نشكركم برشا. وفي الحقيقة راكم يعني تحفزوني نزيد نعمل فيديوهات ونستمر يعني في القناة متاعي.
كما قاعدين تشوفوا هوني حبيت نقطعها من يعني تشوفوها، تشوفوا الحشوة ذيك كيفاش من الداخل. والله بالحقيقة جات بنينة بنينة برشا. ان شاء الله تجربوها، وتوا ان شاء الله نقول لكم ان شاء الله ملتقانا في فيديو قادم ان شاء الله. نقول لكم مع السلامة.